طابت أوقاتكم بكل خير. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، معكم فيها شهاب برآية والمستهل بأهم وأبرز العناوين. وفد إريتريا على المستوى يعود إلى البلاد مختتما زيارته لأديس أبابا. الفحوصات الصحية لطلاب مديرية صنعاء تحقق نتائج ناجعة. دعم المادي للأسر المحتاجة في مديرية دينا. قتلى بحريق في سوق بالعاصمة كينيا نيروبي. بكين لن تتنازل عن شبر واحد من أراضيها. وقوات أمريكية تشارك في البحث عن صبية مفقودين في تايلاند. مرحبا بكم. عاد وفد إريتريا عالي المستوى والذي يضم معالي وزير الخارجية السيد عثمان صالح ومستشار فخامة الرئيس إسياس أفورقي السيد يماني قبراب عاد إلى البلاد مختتما زيارته لأديس أبابا والتي استغرقت يومين بداية من 23 من يونيو الجاري. وسلم وفد إريتريا على المستوى في زيارته رسالة خطية من فخامة الرئيس إسياس أفورقي إلى رئيس وزراء جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الدكتور أبي أحمد. كما بحث وفد إريتريا على المستوى بعمق مع رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد وغيره من المسؤولين بحث الأوضاع الراهنة والعلاقات الثنائية المشرقة بين البلدين. من جانبه نظم رئيس الوزراء الأثيوبي الدكتور أبي أحمد مأدبة عشاء أخوية احتراما لوفد إريتريا عالي المستوى بمشاركة واسعة من مسؤولي الحكومة والدولة إضافة إلى أقسام المجتمع الأثيوبي. وقد زار وفد إريتريا العالي المنطقة الصناعية في هواسا. كما سلم وفد إريتريا رسالة خطية من رئيس وزراء جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الدكتور أبي أحمد إلى فخامة الرئيس إسياس أفورقي. ضمن الفحوصات الطبية الجارية للطلاب، أوضح بأن الفحوصات التي أجريت للطلاب بالتعاون بين مستشفى صنعاء وفرع التعليم في المديرية للتعرف على مشاكل الطلاب ومعالجتها في وقتها تحقق نتائج ناجعة. وأشار طبيب العيون في مستشفى صنعاء السيد شيشاي تسفى ألم بإجراء الفحوصات الصحية للطلاب الذين يعانون من مشاكل العيون والأسنان بالمدارس خاصة الابتدائية وتقديم أدوية لهم، فيما تمنح النظارات الطبية مجانا للطلاب المصابين. وبعد أن ذكر بتقديم نظارة طبية ل20 طالب يعانون من مرض العيون من أصل 2000 طالب تم فحصهم ضمن الفحوصات التي جرت خلال 6 أشهر، ناشد الآباء للاهتمام بصحة أبنائهم. من جانبه قال طبيب الأسنان السيد مولو صقاي إن معظم أمراض الأسنان التي تصيب الطلاب الأطفال تتسبب نتيجة لعدم الرعاية اللازمة، مناشدا الآباء لاصطحاب أبنائهم إلى المراكز الصحية في الوقت المناسب. بدوره قال مدير مدرسة صنعاء الابتدائية الأستاذ محمود يوسف إن البرنامج ظل يحقق نتائج عالية في صحة الطلاب، داعيا لتوسعته إلى مناطق أخرى لضمان استمراريته. نظم في مديرية شامبوكو لقاء تقييميا لأوضاع المدارس وسير العملية التعليمية، شارك فيه مدراء الضواحي والمدارس وممثلي المؤسسات الحكومية. وقال مسؤول مكتب التعليم في المديرية السيد تسفى ميكائيل أرايا إن مساهمة ومشاركة الطلاب في مائدة التعليم بالمديرية لم تصل إلى المستوى المأمول، وإن المبادرات التي تمت لزيادة أعداد الطلاب وخاصة الإناث لم تحقق الهدف المنشود، داعيا إلى العمل بقوة لإنجاح البرنامج التعليمي. ودعا مدراء المدارس في التقارير التي قدموها إلى منح الاهتمام الأكبر لإكمال النواقص في المستلزمات الدراسية والبنى التحتية بالمؤسسات التعليمية التي ظلت تعيق تطور العملية التعليمية. من جانبه دعا مدير مديرية شامبوكو السيد كحساي أسرات إلى تعزيز حملات التوعية الجارية لدفع المجتمع إلى الاستفادة من الفرص التعليمية المتاحة، مشيرا إلى اكتمال النواقص في المؤسسات التعليمية من خلال المساهمات الأهلية. ويوجد في مديرية شامبوكو 27 مؤسسة تعليمية من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية. عقد السكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم شمال البحر الأحمر السيد هيل تولدي برهان عقد سيمينارا تنويريا للشباب الموظفين في المؤسسات الحكومية بمدينة مصوع
حول دور الشباب في هذه المرحلة. وقدم السيد هايلي في السمينار الذي عقد في 27 من يونيو الجاري قدم توضيحا مفصلا حول التطورات الإقليمية والعالمية الآنية، مشيرا إلى أن بناء شباب كفؤ واعي ومسلح بالمعارف هو أساس نجاح البرامج التنموية. وأشار السيد هايلي إلى أن تنشئة وبناء شباب أكفاء ونموذجيين في كافة المجالات يتطلب تنسيقا فاعلا بين كافة الجهات الرسمية والشعبية. في إطار المساعدة التي يقدمها مكتب العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية قنا لتحسين الحياة المعيشية لمعاقي الحرب والأسر المحتاجة والأيتام وغيرها من الأسر التي ترعاها المرأة، قام الفرع بتقديم عربات الكارو التي تنشط في نقل البضائع. وقال مسؤول المكتب السيد جابر إدريس إن الدعم قدم ل 35 أسرة في 8 دارات ضواحي تم التعرف عليها مسبقا بواسطة مدراء الضواحي ومسؤولي اللجان الأهلية، مناشدا تلك الأسر للاستفادة الجيدة من الدعم المقدم وبذل الجهد لتحسين معيشتهم وضمان مصادر الدخل. وأوضح السيد جابر على وضع برنامج لتقديم مساعدات مماثلة في مناطق قحطلاي وعدشومة ومدك الأبيت وشبح ودماس. من جانب قال المواطنون الذين قدم لهم الدعم إن المساعدات التي تقدمها الحكومة للمحتاجين لعبت دورا كبيرا في تحسين معيشتهم، معربين عن امتنانهم لما يقدم لهم من دعم ومساعدات مالية وعينية. في غضون ذلك تبرع سكان الإقليم الأسود والمواطنين المقيمون في ألمانيا وسويسرا ب 120 ألف نقفة و2000 يورو و6064 فرنك سويسري لتنمية صندوق أمانة الشهداء. وبموجب المعلومات الواردة من وزارة العمل والرعاية الاجتماعية، تبرع مواطن يعيش في الإقليم الأوسط لم يشاء ذكر اسمه ب 120 ألف نقفة لرعاية 10 أسر الشهيد. وتبرعت كذلك الجالية الإريترية في أوفنبنخان الألمانية وضواحيها ب 2000 يورو لتنمية صندوق أمانة الشهداء. كما تبرع الأريتريون المقيمون في سويسرا ب 6064 فرنك سويسري في مناسبة إحياء 20 من يونيو ذكرى يوم الشهداء. يقوم سكان ضاحية ألبو في مديرية هايكوتا بإقليم القاش بركة بأنشطة نفير جماعي لمد أنابيب المياه بالتعاون مع هيئة المواشي والقلال الإريترية وشركة البحر الأحمر للإنشاءات. وأوضح مسؤول وحدة متابعة الضواحي والمشاريع في المديرية السيد فسها أبرهة أنه بعد اكتمال مد أنابيب المياه إلى مقبرة الشهداء سيتم الشروع في إنفاذ برنامج مساعدة أسر الشهداء. من جهة أخرى أوضح مراسل وكالة الأنباء الإريترية إيرنا بأن مديرية اللوغو عن سبا نظمت أنشطة نفير جماعي تمثلت في قرص حوالي 1500 شتلة في الطريق الترابي الذي يربط بين منطقتي عد والحسب ومقركة بطول 7 كيلومترات. وفي ذات السياق فقد دعت مسؤولة التنمية الاقتصادية في المديرية السيدة إلسا روستوم دعت المواطنين لرعاية الشتول المغروسة والحفاظ عليها. مشاهدينا فاصل ثم الأنباء على الصعيد العالمي. قال مسؤول في الحكومة الكينية إن 15 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 70 آخرين في حريق شب بسوق في العاصمة الكينية نيروبي وامتد للمنازل المجاورة في الساعات الأولى من صباح يوم أمس الخميس. وقال كانجيس سوكو المنسق الإقليمي لنيروبي إن الحريق اندلع في ورشة للأخشاب وأن عدد القتلى بلغ 15 فردا. وذكرت خدمة سانت جون للإسعاف أن الحريق بدأ منتصف الليل وامتدت ألسنة اللهب إلى سوق جيكومبا وشقق سكنية وعدة أكواخ قبل أن تتمكن السلطات من إخماده بعد 90 دقيقة تقريبا. وقد نقل بعض الضحايا إلى مستشفى كينياتا الوطني في حين نقلت الضحية ال15 إلى مستشفى ماما لوسي. وقال القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمستشفى كينياتا الوطني إن المستشفى في حالة تأهب لاستقبال المزيد من الضحايا. قرر الرئيس الصيني شي جي بينغ إن بلاده ملتزمة بإحلال السلام لكنها لن تتنازل عن شبر واحد من أراضيها. جاءت تصريحات شي بينغ بعد مباحثات مع وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس حين تسود التوترات بين البلدين بسبب الخلافات التجارية ومزاعم الصين بشأن سيادتها على المناطق المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي. ويعد ماتيس أول مسؤول من وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون يزور الصين منذ عام 2014.
وتأتي زيارة ماتيس إلى الصين في إطار جولة خارجية إلى آسيا للاجتماع مع عدد من مسؤولي حلفاء واشنطن. وبعد زيارة بكين فقد سافر ماتيس إلى كوريا الجنوبية واليابان، حيث يعتقد بأنه سينقل تطمينات إدارته بشأن التزاماتها الأمنية تجاه المنطقة بعد القمة التاريخية التي جمعت بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والكوريا الشمالي كيم جونغ أون. وصلت قوات أمريكية وغطاسون بريطانيون إلى تايلاند للمساعدة في البحث عن 12 صبيا ومدربيهم لكرة القدم محاصرين في كهف غمرته المياه في حين تستعد فرق الإنقاذ لشق فتحة بالكهف في 5 أيام البحث. وقال أحد القادة العسكريين إن العمال سيحفرون من قمة مجمع كهف تام وانغ في الإقليم الواقع بشمال البلاد لإيجاد مدخل بديل لعمال الإنقاذ. وقال نائب رئيس وزراء تايلاندا إن 30 من أفراد القوات الأمريكية في المحيط الهادي انضموا لعملية البحث. وقد تعطل جهود البحث التي شاركت فيها وحدة القوات الخاصة البحرية التايلاندية بسبب أمطار غزيرة قمرت مياهها الكهف الذي اختفى فيه الصبية الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و 16 عاما ومعهم مدربهم. قررت شركتا أبل وسامسونج للتوصل إلى تسوية ودية لخلاف مستمر بينهما منذ 7 سنوات حول اتهامات بنسخ تفاصيل من تصميم هاتف آيفون بحسب ما أفادت مصادر. وقرر العملاقان العالميان للهواتف الذكية طي صفحة الخلاف بعد أن حكمت قاضية في مايو الماضي على سامسونج بدفع أكثر من 530 مليون دولار لنسخها تفاصيل من آيفون من بينها حوافه المستديرة والتي تحميها براءة الاختراع. وكانت أبل صرحت في مايو الماضي أن هناك ما هو أهم من المال، من المهم أن نواصل حماية العمل الشاق والابتكار لدينا. وفي العام 2011 كسبت أبل قضية أولى حكم فيها على سامسونج بدفع 400 مليون دولار، إلا أن المجموعة الكورية الجنوبية استأنفت الحكم لاحقا. نهاية النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة.